سمينا بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الفرد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبايبي الغاليين في قناتكم اربح بالبولن في سوق البورصة المصري. أنا طالع أقول كلمتين، لازم يتقالوا لكل واحد، مش لحد معين، لكل الناس، والخير لله، وربنا يرزقنا الخير اينما كان. كلمتين لوجه الله. هو ايه يا دكتور احمد اللي بيحصل في السوق؟ السوق نجاسه ووساخه. انا بقول اهو وعلى العلن ولكل الناس، السوق فيه وساخه ونجاسه. تاني، السوق فيه وساخه، اللهم اعفينا ونجاسه. طبعا اللهم ما يعوزنا من سوء اللفظ ومن سوء القول، ولكن دي الحقيقه. الله يعز قدركم جميعا والله يعزكم جميعا، وربنا يرزقنا ويجعلنا اسره واحده، تمام، وربنا يجعلنا محبه في الله لبعض. لكن انا طالع اقول الكلمتين دول. السوق وساخه ونجاسه، نجاسه ووساخه ميكرات اوساخ، نجاسه ووساخه ميكرات اوساخ وزباله ورمم. الكلام على الكل، اديني بقول اهو. ليه يا دكتور احمد؟ السوق بيطلع بالتجار الدولي، يطلع لك بالتجار الدولي يحركه. وطبعا الناس اللي يعني بتحب تشتغل شرعي ملهاش في الشمال. الناس اللي بتشتغل مش شرعي الله يسهل لها، الناس اللي ما بتشتغلش شرعي الله يسهل لها، لكن الناس اللي بتشتغل شرعي زيي هي دي اللي ايه بتتعور في السوق ده. ليه؟ لان الاسهم اللي فيها خير او الشرعي كلها بتشخلل، او معظمها السوق كله يعتبر بيشخلل. كل السوق شخلله، نزول من اجل اللاشيء. يبقى السوق صاعد واخترق قمه، وده حتى اللي انا ما كنتش متوقعه. يعني انا ما كنتش اتوقع ان السوق يخترق القمه بتاعت 42600. طلع من 42000 ل 44000، تمام، يعني 2000 نقطه، 2500 نقطه بالتجار الزفت، بالتجار الزفت الدولي. مش عايزين نقول كلمه ثانيه، التجار الزفت الدولي، تجار الزفت الدولي. فالسوق وسخ، السوق نجس. يعني لما عملوا الحركه الوسخه دي وخدوا السوق من هنا، من 39 لل 42، نفس الحركه الوسخه النكسه دي طلعوا بيها السوق التجاري الدولي ومصادر اتصالات على بعض الشركات، تمام. بس حركه اساسها لان التجار الزفت الدولي له وزن كبير في المؤشر. يعني حاطين سهم غير شرعي له وزن كبير في المؤشر. يا ريت حاطين سهم شرعي بحيث الناس تستنفع بيه، لا، حاطين سهم غير شرعي. ليه؟ للاستنفاع. فحركه المؤشر الوسخه دي كان معظمها التجار الدولي. انا بتكلم اصل انا ما بخافش غير ربنا، معلش. وانتوا عرفتوني كده، وانا ما عنديش حاجه غير الصدق. ولو على رقبتي وبموتي بفضل الله اديكم الاسهم اللي فيها خير وبتحمل مسؤوليتها بالكامل. مفيش حد زينا في السوق، اللهم لك الحمد. مفيش حد بيتكلم بمقدار الصدق اللي احنا بنتكلمه. لا نسال غير الله، لا نسال مقدار ما نقول الا الله. والله يرزقنا في حياتنا على قدر الخير اللي في قلوبنا والخير اللي بيديه لكم. فكلمتين ابرك من 10. اللي بيحصل دلوقتي وساخه. سهمك خير شخلله اقعد فيه، سهمك فيه خير اقعد فيه. اللعب دلوقتي على المستويات الشهريه والرباعيه. يعني ايه؟ يعني السهم ممكن يشخل الاسبوع كامل ويجي اخر اسبوع يعدل نفسه والاسبوع اللي بعده يطلع عادي خالص. يعني السوق ده يعني كل الاسهم تعتبر بتشخل، الاسهم اللي فيها خير فدي لعبه وسخه من هوابيل وسخه وعالم نكسه. لما السوق كده تلاقيه صاعد على ال 30 او ال 70 وتلاقي الاسهم كلها بتشخل، تقعد تتجنن، تقعد تقول هو في ايه يا عم، هو في ايه، وانا في ايه بالظبط، وايه اللي بيحصل؟ لا، اللي بيحصل وساخه يا حبيبي. اللي بيحصل في فساد، في حركه الميكر الوسخه، في فساد في حركه السوق. الصعود ببعض الاسهم اللي هي لها وزن في المؤشر، وللاسف هي تختصر في التجار الزفت الدولي، تمام. والسوق كله الوسخ بيشخلل او بيلعب بالشخلله، يلعب على دعوم، يكسر لك الدعم وبعدين يرجع بيه قبل الاسبوع. يعني دعم مثلا قوي زي ال 42000، تمام، يكسره زي ما حصل هنا. يعني ايه يا دكتور؟ والنبي يا دكتور احمد انت الله اكبر عليك، فزدنا بما اعطاك الله. والله العظيم انا عمري ما بقول لكم كلام الا محبه ليكم. يحصل كده بس
زي الحركه الوسخه دي. شايفين الحركه دي؟ خدت شهر كام؟ بصوا 5/1. الصعود كان كام؟ كان 6/1. يعني ممكن السهم بتاعك ينزل يوم وتاني يوم يطلع بيه، نفس اسمه كسر وهمي او الشخلله. دي كان اسمها الشخلله. هي دي الكلام. يعني يحصل لك كسر، انت تقول ده كسر الدعم، انت من نفسك تقول خلاص ده كسر الدعم، انا المفروض اطلع، لا، دي كسر وهمي، وبعدين يلم تاني منك تحت الناس اللي بتخاف، ويطلع اخر الاسبوع يطلع فوق الدعم تاني. فاي حد سهمك ايجابي خلاص خليك فيه. انا بتكلم الكلام على الكل اللي شغالين معايا واللي مش شغالين معايا، عشان الحمد لله ما فيش زينا في العلم. تمام. اللهم بلغت، اللهم فاشهد، اللهم بلغت، اللهم فاشهد. ثالث مره، اللهم بلغت، اللهم فاشهد. انا طالع اقول الكلمتين دول عشان في حاله ذعر في السوق، وايران وفنزويلا وفرفوره كلمتين ما لهمش تالت. السوق لسه له اهداف صاعده، بس وسخته ونجسته النكسه انه يجيب اهدافه الصاعده قبل ما السوق اصلا يطلع، فدي حاجه مش مصلحه السوق. الله يخرب بيت يعني انت لما تيجي تطلع لي بالاسهم، لما تطلع لي بالتجار الدولي وتروح تحقق لي قمه وتجيب يعني تجيب المستهدف، امال السوق الزفت الاسهم الثانيه ده تطلع امتى؟ ملعون ابو ده فساد، ملعون ابو ده فساد. لما ميكر وسخ مش لاقي حد يحكمه، يطلع بالتجار الدوله 44,000 2500. انا قلت يعني انا متوقع انه يلعب بال 42,600 وال 39، ودي حركه صحيه للسوق وصحيه لكل الاسهم اللي في السوق، لان في اسهم بتعاكس حركه المؤشر. السوق ينزل تلاقي الاسهم دي تطلع، اسهم ميكرات، ودي اسهم ميكرات. اللي بيقعد فيها يبقى عنده طول بال عشان يكسب، اللي مش هيعرف يكسب معاه يبقى ما يدخلش، لان دي اسهم فوليوم، اسهم ميكرات. الكلام ما ينفعش يوضح اكتر من كده. تمام. فالخير بتاعك على حته الصبر دي. هم بيلعبوا دلوقتي على اعصاب الناس متوقعه ان في احداث سياسيه بتحصل ودي هتاثر على السوق، لا، بيتضرب على السوق بيطلع وطلع 2500 في عز الاحداث اللي المفروض ما يطلعش فيها الطلعه دي. ففي لعب وسخ ونجس في السوق، فانت لازم تفهم ان في لعبه وسخه في السوق زي ما حصلت هنا. السوق خد من 9 نفس الحركه. لما انا طلعت قلت يا دكتور انت زعلان ومتضايق، انا بحب الناس، انا بحب الخير لله وبحب ربنا وبحب الناس، وحرقتي عشان بحبكم، واقسم بالله عشان فلوسكم، وعشان اللعبه الوسخه دي محدش يخاف منها ويطلع. اديني بقول اهو، لان في مديرين حساب في شركات كبيره في سمسره، شركات لها اسم كبير في السوق ولا على القفا، حمير مع احترامي الكامل ليه. في العلم استيكه في اللزوزه، استيكه في الكازوزه. اللهم غنيك بقى على المحللين اللي هي ما بتفهمش في الفجل واللوبيا، وهم عارفين نفسهم اوساخ ورمى. تمام. فخلينا نتكلم في الناس اللي عندها علم. العلم علم اعلى درجات العلم، وربنا يجعلنا دايما منهم. فانا بقول لك اللي بيحصل دلوقتي لعبه وسخه، مالكش علاقه. سهمك تمام، مؤشراتك الاسبوعيه تمام، الشهري تمام، ارقد في ام السهم عادي. ممكن يشغل الاسبوع، يشغل الثاني، الثالث والرابع تلاقيه بيصعد، يشغل 3 اسابيع والربع، وتلاقي الاسبوع الرابع بتاع تقفيله الشهر تلاقي السهم جاب نسبه او نسبتين، قفل التارجت بتاع الهدف الشهري بتاعه، على حسب بقى انت داخل. وانا بتكلم اهو قلت اللهم بلغت اللهم فشل. اللعب على السوق لعب وسخ، اللعب في السوق لعب وسخ، بس الكلام على ابوه. في حاجه عايز تضيفها؟ ايه يا دكتور احمد؟ بالم هيلز ماله؟ طلع. وايه اللي ماله؟ طلع. لعبه وسخه برضه. قلنا الشراء من عند كام؟ كنا محذرين 28، واللي يعرف يصطاد باكتر من كده تمام، اصطاد هنا واقعد هنا. قلنا الكلام دوت تضارب هنا وتروح ايه لو انت عايز تبيع على 88. تمام. السهم جاب كام؟ 9 جنيه. اللي باع وكسب امانه الله بيني وبينك، لان دي فلوس ربنا، طلع منها 15%. السهم ده انا قلت مش هطلع اتكلم الا لما السهم يجيب ايه؟ مستهدف. في ذاك يا دكتور احمد؟ لا. ليه؟ انت الوحيد اللي بتشيل مسؤوليه السهم يا دكتور احمد، مفيش زيك بيشيل مسؤوليه السهم، مفيش زيك بيشيل مسؤوليه السهم. انت الوحيد اللي بتدخلنا، وانت الوحيد اللي بتطلعنا. بتقول خش السهم وامشي ورايا زي اللعمه. يا امشي وراك زي اللعمه، امشي ورايا زي اللعمه. يا عم انا يا عم لو خسرت جنيه برقبتي ليك، بس اصبر زي ما انا بقول لك، برقبتي اقسم بالله وربنا شاهد على كلامي. طب ايه المقابل؟ ان بعد ما تكسب طلع 15% صدقه جاريه. انا نسبتي في الشغل اكبر،
لكن انا بطلع 15% صدقه جاريه عشان الناس ما تبقاش بخيله في صعود الصدقه. تطلع 15% بقلب راضي، لان دي فلوس ربنا، اللي هياكلها نار عليه واوسخ من مال اليتيم. اللي بياكل مال اليتيم كانما ياكلون في بطونهم نارا، لكن دي فلوس ربنا وانا قايل انها طالعه لله. تطلع باسم اخويا وابويا وجدتي الله يرحمها، جدتي الله يرحمها، يبقى تطلع على باربعه، انا واخويا الله يرحمه وابويا الله يرحمه وجدتي الله يرحمها والده امي. والده امي بتجيلي في المنام وربنا يرزقها وتطلع الصدقه وانا تمام. فان شاء الله الصدقه تقسم باذن الله تمام. فانا يطلع الخير طلعه بينك وبين ربنا. عايز تعلمني فوق راسي، مش عايز تعلمني تمام خليها في الخفاء براحتك. المهم زي ما كسبت 10000 طلع 1500 لله باسم عشان ربنا يبارك لك في محفظتك. اللي دخلك في السهم وكسبك زي ما كسبت 8500 حلال عليك يا باشا، الله يبارك لك فيهم. ال 1500 طلعها باسم ربنا على 4 اشخاص: دكتور احمد سمير المصري، واخويا محمد سمير المصري، وابويا سمير محمد المصري، ووالدتي وجدتي والده امي اسمها الحاجه وجيهه، ربنا يحفظها يا رب والله يرحمها ويبشبش تحت راسها ويدخلها جنات النعيم. خلاص الكلام على ابوه. السهم طلع اهو من 28 لغايه ال 9 جنيه، اللي بقى عند ال 88 كسب. لكن السهم استثماري يعني السهم دخلت له في إلكو، دخلتكم في إلكو كان بكام؟ كان ب 2 مش عارف 40 وقلت تبيعه على 2 20 وبيعته بقى عند 2 60 تمام. إلكو دلوقتي فوق ال 3 جنيه بس خلاص بقى اللعب فيه انتهى، يعني كده بيلعب في الفضاء الخارجي، فكوكوا منه. خلينا في بالم هيلز. الشركه اشترت 2 مليون امبارح، 2 مليون اسهم خزينه. يعني الشركه قال شايفه ان الاسعار اسعار يعني وعماله تلم تمام. فاللي عايز يلعب برده تاني كل ما تكسب طلع من السهم. كسبت من السهم طلع منه خير، كسبت منه طلع منه خير. انا السهم ده بالنسبه لي ممكن ما اشتغل ساعات، احب اشتغل عليه استثماري، ماليش انا في تمام. لكن انت عايز تشتغل سواء استثماري سواء مضاربي تطلع الصدقه الجاريه باسم الله سبحانه وتعالى 15% صدقه جاريه باسم اخوك دكتور احمد سمير المصري، واسم ابي، واسم اخي الله يرحمه، واسم جدتي ام والدتي. انا مدخلها رابعه في هذه الصدقه، لعل الله يجعلني ان انا اشوفها في المنام تيجي فرحانه باذن الله تمام. تيجي لي باذن الله فرحانه. فده عندك الشراء، عايز تشتري تاني 8 26 ده لو نزل 8 26 8 30 وان شاء الله تبيع عند 88 لو انت عايز تلعب فيه. كل ما تكسب امانه ده بفلوس ربنا، اقسم بالله ربنا بقى يبتليك بمصيبه، ربنا يبتليك في صحتك، ربنا يبتليك في ولادك، ربنا يبتليك في صحتك، ماليش فيه لان دي فلوس ربنا ما طلعتهاش. انت مع ربنا انت حر خلاص يا باشا، انا بريت ايدي منك. لكن انا مطلع الفلوس دي لله ومطلع الاسهم دي عشان الصدقه الجاريه، قاصد الصدقه الجاريه. زي ما كسبتك 85% وبقول لك انا مسؤول عن السهم مسؤوليه كامله. مفيش محلل يجي يقول لك الشراء والبيع على مسؤوليتك الشخصيه، لا يا معلم. دكتور احمد المصري ما بيقولش الكلام ده. انا راجل قد كلمتي وبرقبتي افدي اي حد داخل معايا، زي اي حد ما بيكسب معايا شايله برقبتي، الخساره بالكامل عليا، المكسب بس بما يرضي الله اخد فيه نسبتي، وما بشتغلش غير في الاسهم الشرعي. ربنا يرزقه خير تمام. فان شاء الله ربنا يرزقنا ويرزقكم كل خير. ده اللي انا عايز اقوله. اللعب دلوقتي شفتوا السهم ده المفروض ما كانش يشكل الشخلله دي، لكن الشخلله دي مقصوده، مقصوده ولعبه وسخه ومقصوده تمام. فان شاء الله السوق زي الفل كله تمام، مفيش اي مؤشرات سياسيه تاثر علينا، كله في الهجايز، كله في الكليتش. اي اشتغالات هتلاقي السوق بقى طبعا السهم هتلاقي السوق بقى يبدا ينزل والاسهم اللي بدات تشخل تبدا تطلع تاني. فهي لعبه وسخه حبيت اطلع انوع عليها. انا عارف طبعا كل الناس اللي بتحبني، استاذ محمد السبداوي انت فوق راسي، استاذه هنا جزاك الله كل خير، احمد الطوخي، كل الناس اللي بتحبني اقسم بالله تقديرها عندي مضاعف تمام. وليا كل الاحترام للراجل ده اللي انا ما اعرفوش ومحبه لله فيها بحب اقسم بالله، وربنا يجعله باب خير ليا معايا في اي شيء محتاجه مني على الخاص. انت فوق راسي، انا تحت امرك في اي حاجه تمام. ربنا ما يحرمني منكم كلكم، واستاذ وائل وكل الناس المحبه الطيبه، استاذ محمد الجندي فوق راسي، استاذ سامي، استاذ خالد، انا بحب اذكر الناس باسمها. استاذ ايهاب ربنا ما يحرمني منك، استاذ احمد ساهر الله يرزقك خير، ولو كسبت يا عم احمد يا ساهر ربنا يكرمك على المباركه والسانكس الجميله بتاعتك دي. بس اهم شيء ربنا يبارك فيك في الصدقه الجاريه.
استاذ محمد فؤاد، كل الناس المحبه الطيبه ديت ان شاء الله حلل لكم الاسهم. انا عارف اي سهم انت اي حد كاتبه ان شاء الله حلله يوم الخميس، بس انا حبيت ايه، استاذ محمد هنيدي على راسي، استاذ محمد فؤاد فوق راسي، كلكم جميعا، استاذ احمد ساير، استاذ عمر، كل المحبه والتقدير اليكم احبابي الكرام. انا ما بشتغلش بجروبات، ولا اقول لك ادفع لي 300 جنيه وافضل اعمل لك مزراب اسهم واقول لك الهدف والشراء ووقف الخساره. انا ما عنديش الكلام ده. انا بشتغل بيك وبتبقى معايا شغل مباشر، شغل مباشر بينك وبين الشغل المباشر، وش لوش ودراع بدراع، كتف في كتف، اكسبك وربنا يرزقك خير. خلاص نسبتي بقى باخدها منك وبيني وبينك ربنا وفتحه ربنا ما بيننا. المهم كل المحبه للناس، كل الناس الطيبه، وربنا ما يحرمني ابدا يا رب ابدا من كلماتكم الجميله اللي بتكون وسام شرف على صدري باذن من الله سبحانه وتعالى. انا بس حبيت اطلع اقول الكلمتين دول لانهم كانوا محشورين في زوري، والناس عماله تتجن وفي ايه في السوق، السوق بيطلع والاسهم بتشخلل، فالحركه الوسخه دي حبيت اطلع انوه عليها. بس حبا فيكم يا اخواني الكرام، كل المحبه والطيبه والتقدير اليكم. ان شاء الله ميعادنا باذن الله يوم الجمعه. كل المحبه، شكرا على التقديرات، على الاعجابات الجميله جدا، اللايكات اللي بقابلها من كل واحد محترم، شكرا على التعليقات من كل قلب محترم، انت فوق راسي من قبل ما تكتب تعليقك. لكم كل المحبه والتقدير مني، ودمتم في رعايه الله وحفظه، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.